المساند الرسمي ديالنا في الفطور ديال رمضان ميني بطبوط هاد المرة بالقمح الكامل، صحي وكيجي خفيف بزاف ولذيذ وبطريقة جد سهلة واقتصادية وكيخرج لنا واحد الكمية وفيرة جدا. تابعوا معايا الفيديو الى الاخر باش تعرفوا معايا المقادير وطريقة التحضير، واذا كنتوا اول مرة كتشوفوا القناة ما تنساوش الضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وهنا غتلقاو واحد البلاي ليست فيها شهيوات رمضان 2023، بزاف تشهيوات ساهلين واقتصاديين. على بركه الله في واحد لوبول غادي ندير واحد 2 كيسان ديال العنبه ديال القمح الكامل بالنخاله ديالو، كاس ديال الفورص، شويه الملح، معلقه كبيره ديال الخميره، معلقه كبيره ديال زيت الزيتون. صافي كنخلط هكا الكل مع بعض وكنبدا نضيف الماء الدافئ تدريجيا وكنخلط تقريبا كتهز ليا ما بين كاس حتى لكاس ونص اولا كاس وربع ديال الماء. صافي كنبقى هكا. السر ديال البطبوط ديالنا كيجي لذيذ بزاف، ما كنحتاج ندلكو بزاف، غير هو العجينه ديالنا كيخاصها شويه تجي مرخوفه، يعني ما تجيناش قاصحه بزاف، كتجي هي دالكه راسها وكتجي لذيذ وخفيف وما كيضرناش نهائيا. صافي كنبقى هكا كنجمع العجينه ديالي، كنحاول غير كندخل هكاك المكونات مع بعض حتى كنحصل على عجينه متماسكه في هذا الشكل. غادي ندهنها بشويه الزيت وغادي نغطيها ترتاح تقريبا واحد نص ساعه وغادي نرجع ليها. كيف كتشوفوا كتجي شويه رطيبه، يعني ما كتجيناش قاصحه كاع نهائيا. بعد مرور نص ساعه كتختمر لينا العجينه وكتنفخ هكا. غادي نعاودو نجمعوها وعلى سطح العمل غادي نرش شويه الدقيق ديال القمح ولا ديال الفورس اللي بغيتو، وغناخذ ديك العجينه وغادي نبدا هكا كنسرحها بالمدلك. كتسرح لينا بطريقه ساهله بزاف، ما نحتاجوش هكا يعني نديرو سلوفان اولا بابيي كويسون، غير هكا فوق كنرشو شويه القمح اولا شويه الفورس وكنبدا هكا كنبسطها حتى كنرققها. انا كنبغي صراحه البطبوط ديالي يجيني هكا، يعني ما يجينيش يعني غليظ، صافي كنبغي هكا كيكون شويه رقيق وكيجينا خاوي من الداخل، يعني ديال التعمار. تقدروا تعمروه باي حشوه بغيتو، حشوه مالحه يعني ساخنه او بارده بغيتوني نشارك معكم هكا حشوات ديال البطبوط فخليوها لي هنا في التعليقات، ان شاء الله ندير لكم فيديو غير ديال الحشوات بوحدهم. كيف كتشوفوا العجينه دغيا كتبسط معايا، كتجي ساهله وزوينه بزاف. وكيف كتشوفوا تقريبا هنا عندي خدمت فيها غير 2 كيسان ديال القمح، راه كتخرج لي تبارك الله واحد 29 حبه. صافي من بعد ما بسطتها غناخذ واحد المقطع على هذا الشكل. بالنسبه للمقاطع فكيكونوا على حسب الاختيار ديالكم، بغيتوهم هكا طوال، بغيتوهم دايرين، بغيتوهم يكونوا هذوك مشنفين من الجنب، كيجيكم الديكور ديال ميني بطبوط زوين وبريستيج. انا استعملت هنا غير لو سيركل يعني دائري عادي سامبل، وكنبقى نقطع. وانا ملي كنحط هذاك المقطع كنحاول ندور هكا بشويه ما كيديفورماوش ليا نهائيا وكيجيو زوينين. صافي منين درت هكا الدوائر ديالي كاملين كنوضعهم في واحد المنديل وكنغطي عليهم كيختمروا تقريبا واحد قسمين ربع ساعه على حسب الجو. وكندير مقلاس اللي كنطهيو فيها كنسمن البطبوط، كنشعل عليها العافيه اللي تكون مجهده بزاف، وهذا السر تا هو من اسرار نجاح البطبوط ديالكم. كنشعل عليها هكا على عافيه مجهده بزاف وكنبدا نوضع القطع ديالي. كيف كتشوفوا كنبقى كل شويه يعني كنقلبهم للجهه الاخرى. وكيف كتشوفوا هكا غنبقى غادا حتى غنكمل الكميه كامله. كيف كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله كيجيو مفخوخين وكيجيو مهويين من الداخل. يعني تعمروهم باي حشوه بغيتو، تقدروا هكا تحلوهم وديروهم في واحد السلوفان اولا يعني بلاستيك عادي وديروهم هكا في الفريغو. يعني اذا كنتو بغيتوهم مثلا يعني درتو واحد الكميه وفيره تبقى لكم مده طويله، سينو تقدروا تخليهم هكا غير في الثلاجه. كيف كتشوفوا شوفوا تبارك الله ما شاء الله انا كنقطع هكا بموس بسهوله، كيجيني مهوي من الداخل وما كتجيش في ديك البابه نهائيا وكيجي خفيف بزاف. والاهم انه صحي، يعني كناكل واحد الحاجه اللي ما كتقلش لينا على المعده وما غاديش تضر بالصحه ديالنا. نتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم، وخليوا لي تعليقات ديالكم اذا جربتوها، وخليوا لي الى عندكم اقتراحات الفيديوهات المناجيه، ورمضانكم مبارك سعيد. السلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. هنا اسفل الفيديو غتلقاو الرابط ديال الانستغرام ديالي، حتى هو راه كنحط فيه دي ستوري كنحط فيه الوصفات. وايضا اذا جربتوا الوصفه ما تنساوش تخليوها لي تما في المساج باش نشاركها مع الاصدقاء. السلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.